السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي طلاب الصف الثالث الاعدادي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله معانا درس مهم جدا جدا، وهو اخر درس في التوابع، والحمد لله نبقى كده خلصنا من التوابع. ولو فهمته كويس هيفرق معاك جدا في الاعراب. وطبعا في الفيديو ده هنعرف يعني ايه بدل وانواعه، وازاي تعربه من غير ما تتلخبط. بص يا نجم، هات كوباية شايك وتعالى كده نخلص على الدرس ده. عندنا البدل يا نجم النجوم هو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا عم، لما اجي اقول لك ذهبت الى الاستاذ اسماعيل، هو مش الاستاذ هو اسماعيل واسماعيل هو الاستاذ؟ اه. يبقى افهم من كده ان الكلمة دي اللي هي اسماعيل بدل كلمة مين؟ بدل كلمة الاستاذ. يعني اسماعيل هو الاستاذ، والاستاذ هو اسماعيل. طيب تعالى ناخد مثال. لما اجي اقول لك مثلا جاء المعلم سعيد، مش المعلم هو سعيد وسعيد هو المعلم طبعا. يبقى كلمة سعيد هنا اعرابها ايه؟ اعرابها بدل. طب والكلمة اللي قبله؟ قال لي الكلمة اللي قبله تبقى اسمها مبدل منه. مبدل ايه؟ مبدل منه. طيب تعالى نعرب. جاء يا معلم، جاء فعل ماضي وكلنا عارفين، والمعلم فاعل، والفاعل دايما مرفوع. مرفوع بايه هنا؟ مرفوع بالضمه. طب وسعيد قلنا ده بدل، والبدل من التوابع يعني هيبص على الكلمه اللي قبله ويغش منها. الكلمه اللي قبله مرفوعه بالضمه، يبقى بدل برضو مرفوع بالايه؟ بالضمه. تعال معايا نشوف انواع البدل. عندك يا معلم اقسام البدل: بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل غلط. يبقى احنا عندنا البدل كام نوع؟ البدل 4 انواع: كل من كل، وساعات بيقولوا عليه مطابق، او بعض من كل، او بدل اشتمال، او بدل غلط. تعالى ناخد كل نوع لوحده ونفهم الدنيا ماشيه ازاي. اول نوع عندنا بدل كل من كل، اللي هو بدل الايه؟ البدل المطابق. ناخد مثال. لما اجي اقول لك حضر الخليفه عمر، ركز معايا كده. هو مش الخليفه هو عمر وعمر هو الخليفه؟ طبعا افهم من كده ان عمر ده ايه؟ عمر ده البدل، والخليفة ده ايه؟ الخليفة ده المبدل منه. طيب ايه قصة كل من كل دي؟ بص يا عم، هو مش عمر هو الخليفة كليا يعني، والخليفة هو عمر كليا؟ قال لي ايوه. يبقى هنا النوع كل من كل. هقول لك برضو على حاجة اسهل تعرف بيها النوع ده. اول ما تلاقي لقب او وظيفة قبل الاسم، اعرف على طول ان اللي جاي بدل ايه؟ بدل كل من كل. يعني مثلا حضر الخليفة عمر، هو مش كلمة الخليفة دي لقب وظيفة صح؟ طالما لقب أو وظيفة يجي بعدها على طول إيه؟ بدل. والبدل نوع هنا كل من إيه؟ بدل كل من كل. ناخد كمان مثال. قرأت قصيدة الشاعر شوقي. الشاعر هو شوقي، وشوقي هو الشاعر. أفهم من كده إن كلمة شوقي هي البدل، والشاعر هو المبدل منه. طب انا عايز اعرف هو بدل نوع ايه. هنبص على الكلمة اللي قبل البدل. لقب او وظيفة؟ لقب او وظيفة. اعرف على طول ان اللي بعده جاي بدل ايه؟ بدل كل من كل. طيب دايما بتيجي كده؟ مش دايما بتيجي لقب او وظيفة. يعني مثلا لما اجي اقول لك مررت باخيك زيد، هو مش اخوك هو زيد، وزيد هو اخوك صح؟ كليا كده اخوك هو زيد، وزيد هو اخوك. افهم من كده ان البدل هنا نوعه ايه؟ كل من كل. نخش على النوع التاني، هو بدل بعض من كل. زي لما اجي اقول لك ايه مثلا؟
سقط البيت سقفه. احنا عندنا البيت ده متكون من ايه؟ متكون من حيطان وخشب وعزال وبني ادمين وحاجات كتيرة جدا. هو ذكر حاجة واحدة بس. ذكر مين؟ قال لي ذكر كلمة السقف بس. زي برضو لما اجي اقول لك كده اكلت التفاحة نصفها. هو كل التفاحة كلها ولا كل نصها؟ كل نصها. هو هنا كده ذكر جزء من التفاحة صح؟ يبقى بدل بعض من ايه؟ بعض من كل. زي لما اجي اقول لك اكلت الرغيف ثلثه. هو هنا كل جزء من الرغيف صح؟ افهم من كده ان نوع البدل بعض من ايه؟ بعض من كل. طب انا لو عايز اعربه هعربه ازاي؟ بص يا عم، ناخد مثال ونشوف. اكلت التفاحة نصفها. تعالى كده نعرب. اكل فعل ايه؟ اكل فعل ماضي، والتاء تاء الفاعل، والتفاحة مفعول به منصوب طبعا وعلامة نصبه الايه؟ الفتحة. نصفها بقى اعرابها ايه؟ اعرابها بدل، والبدل من التوابع هيبص على الكلمة اللي قبله ويغش منها، منصوبة بالفتحة، يبقى بدل برضو منصوب بايه؟ منصوب بالفتحة. والها قلنا اي ضمير مع اي اسم يدينا ايه؟ يدينا مضاف اليه. طب هو هنا كل التفاحة كلها ولا كل جزء منها؟ كل جزء منها اللي هو نصفها. افهم من كده ان نوع البدل ايه؟ بعض من كل. تعال نخش على النوع الثالث. لاحظ معايا كده، دي شوية الفاظ اول ما تشوفها اعرف على طول ان البدل ده نوعه ايه؟ نوعه بعض من كل. زي معظم واكثر واقل واغلب وبعض ونصف وباقي الكلام ده كله، بس لازم يكون جاي معاها ضمير. يعني اقول لك معظمه، اكثره، اقله، اغلبه كده يعني. نخش على النوع الثالث وهو بدل الاشتمال. ايه بدل الاشتمال ده؟ بص يا عم، قال لي اذا لم يكن البدل عين المبدل منه ولا جزءا منه، ولكن المبدل منه يشتمل عليه ويحتويه، ولا بد ان يضاف الى ضمير. حد فاهم حاجه ولا اي حاجه؟ ركز معايا. بص يا عم، اعجبني الطالب خلقه. كلمه خلقه دي بدل اشتمال، واقول لك يعني ايه دلوقتي. بص يا عم، اعجبني الطالب خلقه. قلنا خلقه ده ايه؟ ده البدل. حلو جدا. وقلنا بدل اشتمال. عرفت منين يا عم الحاج؟ عرفني. بص يا عم، كلمة خلقه دي حاجة بنشوفها أو بنمسكها؟ طبعا لا، لا بنشوفها ولا بنمسكها. حاجة مش ملموسة. أول ما أشوف حاجة زي كده، يعني لا بشوفها ولا ملموسة، أفهم إن هي بدل إيه؟ بدل اشتمال. تعالى كده نعرب. أعجب فعل إيه؟ أعجب فعل ماضي، والنون نون الوقاية. طب والياء؟ والياء دي اعربها ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والطالب هو ده الفاعل، والفاعل هنا طبعا مرفوع بايه؟ مرفوع بالضمه. وخلقه، خلقه هنا بدل، والبدل هيبص على الكلمه اللي قبله ويغش، مرفوعه بالضمه، يبقى برضو بدل مرفوع بايه؟ مرفوعه بالضمه. لما اجي اقول لك اعجبني الكتاب اسلوبه، عندنا اسلوبه هو ده البدل. حلو جدا. في حاجة اسمها أسلوب بنشوفها أو بنمسكها؟ طبعا لأ. أول ما أشوف حاجة زي كده أعرف إن هو بدل إيه؟ بدل اشتمال. طيب النوع الرابع عندنا وده أسهل نوع فيهم، اللي هو بدل الغلط. إيه بقى يا معلم بدل الغلط ده؟ زي لما أجي أقول لك وصلت السيارة القطار. هو إيه اللي وصل؟ السيارة ولا القطار؟ اللي وصل القطار. زي مثلا لما أجي أقول لك إيه؟ أحمد وصل، قصدي محمد. هو كان قصدي يقول لك إيه؟ يقول لك محمد هو اللي وصل بس اتلخبط. نفس الكلام هنا برضو، قال لك وصلت السيارة القطار، هو كان قصدي يقول القطار بس اتلخبط وقال لك ايه؟ وقال لك السيارة. طيب لما نيجي نعربها ازاي؟
بص يا عم، هنقول وصل فعل ايه؟ فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء، اوعى تقول لي الفاعل، قلنا وصلت التاء عليها سكون، يبقى تاء ايه؟ تاء التأنيث. والسيارة فاعل، والفاعل دايما مرفوع، مرفوع بمين يا معلم؟ مرفوع بالضم. والقطار قلنا اعرابها يبقى بدل، بدل نوعه ايه يا معلم؟ بدل نوعه غلط. كان قصدي اقول لك وصل القطار، بس هو اتلخبط وقال لك السيارة القطار. يبقى البدل هنا ايه؟ هنبص على الكلمة اللي قبله ونغش، مرفوعة بالضمة، يبقى برضو بدل مرفوعة بالايه؟ مرفوعة بالضمة. ناخد كمان مثال. تحلت الفتاة بخاتم سوار. يتحلت بالخاتم ولا بالسوار؟ هو هنا اتلخبط، بدل ما يقول سوار قال خاتم. افهم من كده ان كلمة سوار هو ده الايه؟ البدل، ونوع هنا ايه؟ بدل غلط. ناخد كمان مثال. اشتريت كتابا قلما. هو انت يا عم لخبطتنا معاك، اشتريت كتاب ولا اشتريت قلم؟ هو كان قصدي يقول قلما بس اتلخبط وقال ايه؟ كتاب. يبقى كلمة قلما هنا هو ده الايه؟ هو ده البدل، وبدل طبعا نوعه ايه؟ بدل غلط. وبكده نكون خلصنا درس البدل، وعرفنا يعني ايه بدل وانواعه وازاي نعربه بكل سهولة. دلوقتي بقى دورك يا نجم انك تطبق وتحل علشان تثبت المعلومة، ونشوفك في الدرس اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.